السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. إن شاء الله الفيديو نتاع نهار اليوم يلقاكم بخير وبصحة جيدة. اليوم وكما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة البيتزا، وصفة سهلة ناجحة اقتصادية وتجي بزاف بنينة. عجينة سهلة جدا بمقادير اقتصادية وموجودة في كل بيت، والنتيجة أكثر من رائعة. نبدأ بالوصفة على بركة الله. لهنا في إناء حطيت كأس من الماء الدافئ، نضيف له كأس من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وعندي لهنا ربع ملعقة كبيرة من الملح، عندي 4 ملاعق من الزيت، وعندي حبة بيض. حطيت بياض البيض يعني مع المقادير الأخرى، وصفار البيض نحطوه بجيه هكذا باش نمسحو هادوك لي بوغدوغ نتاع العجينة نتاع البيتزا. في الأخير نخلط المكونات جيدا مع بعض بهذه الطريقة حتى يتجانسنا جيدا هذاك البيض مع هذاك الحليب والزيت والسكر والخميرة الفورية. نضيف لهنا 3 كؤوس من الفرينة، حطيت الكأس الأول وحطيت الثاني، ثم نضيف الكأس الثالث. نخلط الكل جيدا، ولهنا من الأحسن نستخدموا اليد هكذا باش نتحكموا في قوام العجين بهذه الطريقة. ثم نضيفوا لهنا الكأس الرابع، وهذه الكمية يعني اللي عطيتها لكم تقطع لكم كمية كبيرة، تقدروا تقسموا المقادير على 2. نخلط هذاك الكاس الرابع جيدا، ولا هنا راهي عاد نقصتها فرينة ضفت لها الكاس الخامس، ولكن ضيفوه بالتدريج. وهنا كل وحدة وعلى حساب الفرينة تاعها، كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. والعجين لهنا لازم يكون شوية يعني مطلق، ما يكونش يابس، لأن أنا ضفت الكاس الخامس وكملت يعني عجنت هذيك العجينة تاعي بهذه الطريقة. ولا هنا نحط يعني العجينة فوق سطح العمل ويكون مرشوش بالفرينة، ونبقى ندلك في هذيك العجينة جيدا بهذه الطريقة، وندلكوها هنا حوالي 3 دقائق حتى تحصلوا على عجينة ما تتلاصقش في اليد، ونحطوها بجيه ونخلوها تختمر. نجوزو لهنا صلصة الطماطم. في مقلاة حطيت الزيت وحطيت نصف ملعقة من طماطم مصبرة، ضفت لها لهنا حبة كبيرة من الطماطم تكون مرحية، ولا 2 حبات من الطماطم يكونوا متوسطين الحجم. نضيف لها لهنا الملح، الفلفل الأسود والأعشاب المنسمة، وضفت لها ربع كأس من الماء، ونحطوها فوق النار حتى تبدي تعقد ونطفي عليها. نجوزو لهنا العجينة تاعي بعد ما اختمرت وتضاعف الحجم تاعها، نهبط لها هذاك الخمور بهذه الطريقة ونحطها فوق سطح العمل، ونقسمها لهنا على 7 كرات. نرش لهنا طاولة العمل بالسميد الفان هذاك نتاع العجين الخاص بالعجين، ونبقى نبسط هذيك العجينة هذيك الكرة الأولى، نفتحها في الأول بواسطة الحلال، ومن بعد نبقى نفتح فيها يعني بواسطة اليد. نبقى نجبد هذوك الأطراف فقط، يعني ما نخربوش كامل في الوسط، ونبقى نحلو فيها بهذه الطريقة، ونستعنو تاني بالسميد وبالحلال مرة على مرة، ونكملو بنفس الطريقة حتى نتحصلوا على الحجم يعني اللي راح نحوسوا عليه. بعد ما نحطها في سنيوة نبقى نجبد فيها بهذه الطريقة، ولازم الأطراف تاعها يكونوا خارجين على هذيك السنيوة هكذا باش نملئوا الجوانب بالجبن. حطيت لهنا الجبن في قمع، وبقيت نحط في الأطراف نتاع البيتزا تاعي بهذه الطريقة.
ومن بعد نبقى نغلق في هادوك الأطراف بهذا الشكل. ولازم لهنا تضغطوا جيدا هكذا باش من بعد كي نحطوها في الفرن وتبقى طيب هذاك الجبن ما يخرج لناش من العجينة، وهذوك لي بوردور يعني يبقاو مملوئين بهذاك الجبن بهذه الطريقة. ولهنا بعد ما نكملو نغلقو كامل هادوك الجوانب جبت صلصة الطماطم اللي كان سبق لي وحضرتها معاكم نحطها في الوسط، ويمكن استبدالها بالصلصة البيضاء يعني كل واحد على حساب الرغبة تاعو. نحط كمية ونجيب لهنا الحشو، عندي لهنا لافيون داشي والجبن، والحشو لهنايا البنات يبقى اختياري كل وحدة وعلى حسب المقدور تاعها. تقدري تستخدمي الدجاج ولا التونة ولا تاني الباتي كما تقدري تخليها الجبن فقط، صلصة الطماطم والجبن فقط، يعني كل وحدة وعلى حسب المقدور تاعها. المهم انه العجينة تجي بزاف خفيفة وطرية وتجي بزاف بنينة. حطيت لها انا لهنا لافيون داشي تاعي اللي كانت يعني ما طيبتها ما والو غير هكذا غادي تطيب لي في الفرن، وحطيت له الجبن المبشور على الوجه نتاعي تاع البيتزا. عندي لهنا انا نوعين من الجبن، استخدمت نوعين وكل وحدة تستخدم الجبن اللي متوفر عندها في الدار. وضفت لها تاني الزيتون الأسود يعني كتزيين، ثم حطيت لها الجبن المبشور وزدت لها القليل من لافيون داشي فوق هذاك الجبن المبشور. عندي لهنايا صفار البيض، حطيت له القليل من الحليب ومسحت هذوك لي بوردور، ودخلت البيتزا تاعي للفرن على اعلى درجة حرارة. وهاي ليك البيتزا تاعي بعد ما طابت، شوفوا يعني شكل تاعها راهو شهي. ننزعها من هذيك السنيوة ونحطها فوق هذيك اللوحة، نروحوا معاها غير بالعقل. ولهنا راهي ما زالتها سخونة، حطيتها فوق هذيك اللوحة. شوفوا يعني المنظر تاعها كيفاش جا والقوام تاعها يجي بزاف بنين، صدقوني العجينة تاعها بزاف ناجحة وخفيفة. شوفوا كيفاش راهي خفيفة. نقسم لهنا معاكم هذيك البيتزا هكذا باش تشوفوها عن قرب وتشوفوا القوام تاعها كيفاش جانا. وهاي ليك البيتزا تاعي، شوفوا كيفاش جات يعني تجي ما شاء الله. نقسم معاكم لهنا بيدي هكذا باش تزيدوا تشوفوا القوام تاعها جيدا عن قرب. هذا كان الفيديو نتاعنا نتاع نهار اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتجربوا الوصفة وتنجحوا فيها. واذا جربتوها انا اكيد راح تنال اعجابكم. ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء.